السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. نكمل كلامنا عن الإمام مالك اللي في مرة كان قاعد بيدي درس لطلابه تلاميذه، وفيل دخل في المدينة. فسمعوا صياح بره إن لو دخل المدينة فيل، فكل طلابه قاموا سابوه إلا واحد بس. فكل الطلاب، يعني الإمام مالك بقى لوحده ومعاه واحد بس، كلهم جريوا يشوفوا الفيل بره وسابوا الدرس والإمام مالك ما عدا واحد بس. ساعتها الإمام مالك قال له: أنت ما قمتش معاهم ليه؟ أنت عندك فيل في بلدك ولا إيه؟ هو كان من الأندلس، أسبانيا يعني. فقال له: لا، ما عنديش فيل، بس أنا لم آتي لأشاهد الفيل، أنا جيت عشان أشوفك أنت. فساعتها أطلق عليه عاقل الأندلس. عاقل الأندلس راح، عاقل الأندلس جاي. كان بيهتم جدا بتلاميذه المميزين المجتهدين، كان بيديهم وضعهم قوي، وكان بيربيهم على الإخلاص. بيحاول يخليهم يخلصوا لربنا ويخلصوا في التعلم، الإخلاص لوجه الله، يعني تعمل الحاجة تتقنها. وكمان كان بيحاول يخليهم ما يبعدوا عن المعاصي على قد ما يقدر. كان بيحاول يخلي قلبهم خفيف كده، بإن هو يعلمهم يبعدوا عن المعاصي على قد ما يقدروا. طمر فيهم، يعني تلاميذ مالك طمر فيهم بجد وتعب عليهم، وهم كانوا السبب في نشر مذهب الإمام مالك بالطريقة الواسعة دي. سبب تاني أو مكمل يعني لنشر مذهب الإمام مالك، هو إنه كان كتب الموطأ ده من أفضل الكتب اللي ممكن نقراها. كان بيعمل إيه؟ كان بيجمع الأحاديث والصحيحة، الأحاديث الصحيحة كان عنده. يعني هو نقح الأحاديث كذا مرة، يعني هو جمع في كتاب الموطأ ده 10,000 حديث، وكل ما يراجع يسقط شوية أحاديث، كل ما يراجع يسقط شوية أحاديث لحد ما وصل الرقم ل4,000، وفي رواية أخرى 1000 حديث. دول المتأكد منهم تماما، ما كانش بينقل أي أحاديث هو مش متأكد منها. كمان كتب في الموطأ عن أقوال الصحابة والتابعين اللي هم جم بعد الصحابة وتعلموا من الصحابة. الكتاب ده اتكتب بطلب أو بأمر من أبو جعفر المنصور. فاكرينه اللي تجنى وظلم أبو حنيفة ده؟ لقيت أبو حنيفة، لو عندكم وقت تبقوا شوفوها هتعجبكم. وعلى فكرة هو برضو يعني هو برضو تعرض للإمام مالك، لأن الإمام مالك أفتى بفتوى فهم، يعني اتفهم منها إن هو عايز الناس، إن هو أجاز للناس تخرج على الحاكم. أم قال هاتوه، ويعني إيه، بس بعد كده تمت مصالحة يعني ما بينهم، وفهم إن الفتوى دي اتفهمت غلط. مفيش حد من الأئمة الأربعة أنا شفته أجاز الخروج عن الحاكم. شفتوا الأمانة في نقل العلم، شفتوا أنا أمينة إزاي. يعني أنا دي حاجة أنا ما عملتهاش بس بنقل لكم اللي هم قالوا الصراحة. يعني هو قال له عايز كتاب وسط، بعيد بقى عن التشدد ولا بعيد عن الآراء الشاذة، احنا عايزين كتاب وسط. فكتب الموطأ ونقحه التنقيح الجامد ده، وكان كتاب بيقولوا كان كتاب يعني رهيب جدا ومفيد جدا وقيم جدا. الشافعي كان بيقول ان هو اصح كتاب بعد كتاب الله. ده كان قبل البخاري، يعني قبل البخاري والصحيحين. كان الشافعي بيقول ان هو يعني من افضل الكتب اللي ممكن نقراها بعد القرآن الكريم كتاب الموطأ. وخليفة هارون الرشيد عاصر مالك، وكان معجب جدا بكتاب الموطأ، وكان عايز يعلقه على الكعبة. يعني اي حد يجي يحج خلاص يعني ايه يشوفه، ويحاول ان هو يخلي اكبر قدر ممكن من الناس تلتزم بيه. وده كان هيخلي انتشار مذهب الامام مالك كبير جدا جدا جدا، الحجاج المسلمين كلهم. بس الإمام مالك رفض لحكمة، إن هو إحنا الفقهاء بتوع المسلمين كتير، وكل واحد يظن نفسه صحيح، يعني رأيه صحيح. فليه نعمل فتنة والناس تتضايق وما تقتنعش بسهولة؟ خليهم اللي هو زي خليهم في اختلافهم، وربنا رحيم. وده كانت حكمة كبيرة منه، ولكن أثرت طبعا على انتشاره. يعني هو ربع المسلمين يكونوا متابعين لمنهجه، ده رقم كبير جدا، ولكن كان ممكن يكون الضعف واكتر. يعني مذهب الامام ابو حنيفه 45%، زي لو تفتكروا في حلقته احنا قلنا 45% من الامه الاسلاميه على مذهب الامام ابو حنيفه. وكمان بتوع القوانين كلهم، يعني في الدولة العباسية كانت معممة مذهب الإمام أبو حنيفة في القوانين، إن هو افترض حاجات كتير قوي محدش جاب سيرتها. يعني مسائل قانونية كتير كانت بتتحل على طريقة الإمام أبو حنيفة، لأن محدش أصلا عارف يحلها. هو كان متفرد في الافتراض والقياس على الأحاديث
السابقة، أو يعني طريقتهم بقى في القياس كانوا بيستنبطوا أحكام فقهية في مسائل محدش جاب سيرتها خالص، لا في أحاديث ولا في أقوال الصحابة. محدش عمل كده غير مفيش حد عمل كده في القياس زي الإمام أبو حنيفة، لذلك هتلاقوه حاضر جدا في القوانين. احنا في مصر ما بين المالكية والشافعية، يعني احنا في مصر معظمنا يا اما مالكي يا اما شافعي. ابو حنيفة بس زي ما قلت لكم في القوانين وفي الجواز وفي الطلاق والكلام ده. مالك كبار الصحابة، مالك كبار العلماء ساعتها زي الشافعي وابن عيينة، الناس دي كلها احنا ممكن نبقى نعمل لها حلقات لو انتوا حابين. احنا الشافعي عملنا له حلقة، بس مثلا سفيان ابن عيينة اللي هو كان من كبار التابعين، كان بيقول لما مالك مات، لما مالك توفى، قال ما ترك على الأرض مثله، خلاص يعني أحسن واحد على الأرض توفى. الشافعي قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم. يحيى القطان اللي هو كان مدرس أبو حنيفة لو تفتكروا، قال ما في القوم أصح حديثا من مالك. فهو كان من أتقل الناس اللي فادوا جدا المسلمين اللي عايزين يتعلموا في دينهم. مالك ساعدهم كتير بالأحاديث اللي هو نقلها وبتسجيله لتصرفات وسلوكيات أهل المدينة في الوقت ده، إنهم تابع التابعين زي ما احنا ما قلنا. فمالك فاد الأمة جدا ومن كبار العلماء. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير. سلام.